عسلامتكم. الريسيت متاعنا اليوم طاجين بالدجاج والقوطة، حاجة بنة عالمية على الاخر، الحق مشخشخ وبنين وتلمو الريحة متاعو فاحت في الدار، بسم الله ما شاء الله. بالوقت قصيت منه وذقته وهو سخون، ما نستناش حتى لين يبرد انا الطاجين. على كل نبداو مع بعضنا في المقادير. خذيت بصلة متوسطة، قصيتها معناها مكعبات جويدة، وخذيت شطر صدر متاع الدجاج غسلته مليح، بطبيعة الحال حطيت شوية زيت وسنتين ثوم مفرومين ومغرفة صغيرة ملح وثلاثة مغارف كركم، انا نحب يبدا هكا فيه تختوخ هكا وكله قوي، ومغرفة الفلفل الاكحل ما ننساوهاش. به راهو طاب في الماء متاعو، يعني انا نقص في النار على الاخر وكنت ندور ونحرك وهو ديجا سايب ماء حتى اكثر من هكاكا، حتى لين نرجع وقف على الزيتو. اخذت كعبة بطاطا كبيرة شوية، قصيتها مكعبات وقليتها، وخذيت رشة خفيفة سبناخ، لانه بابا ما ياكلش السبناخ في الطاجين، عرفت غش نوع من الغش. هاني معاكم لا تنسوني. لهنا الدجاج متاعي فرمته، ما هكي ما قاعدين نشوفوا، خليته هكا، عبارة يعني ماهوش مفروم على الاخر، وماهوش خشين. وهذاك السبناخ متاعي، وها كيما قاعدين تشوفوا هذاك التختوخ متاع الصوص ناشحه كومبليتمون من الماء، بالحق بنينه، يلزم يتحط في الطاجين هذاك يزيد يبنن على الاخر. خذيت لهنا جبن سيسيليان قصيته مكعبات، وهذاك جبن جرويير رابي مقدار 100 غرام. خلطتهم مليح مع بعضهم، وبعتلي زدتهم 8 كعبات عظم. بون اللي يحب الخليط يكون جاري اكثر من هكايا ينجم يزيد كعبتين اخرين عظم، احنا سي بون هكاك نحبوه. وما ننساوش بطبيعه الحال رشه الفلفل الاكحل باهيه باش تنحي الشوطيه نتاع العظم. هذا الخليط كيفاش قاعدين كيما قاعدين تشوفوا فيه. سخنت الفور متاعي على 150، تنجموا طيبوا على 150 على 160، كيما قاعدين تشوفوا. لهنا بعتالي خذيت القوطة متاعي ورشيتها على الوجه، شخشختها الحق بالقوطة. يعني كانت بتي مغسول لكن معبية. لهنا بعد ما طاب راهو يظهر لكم تحسوه ناقص، اما راهو طايب كوميل فوق، ماخذ حقه في الطياب. ولهنا انا لازم ناكل من الطاجين السخون. الحق نمدكم ولا نشهيكم وجبوني ذابت، عرفت اللي تشوفوا فيه من داخل جبن ذايب سي بون ما عادش باين، بنين وقوي على الاخر، عرفت اذا تحس روحك سي خذيت الدوزة متاعك. على كل نتمنى انكم تجربوا الوصفة، وما تنسوش تبارتاجيوها وتعملوا جيم وبارتاج الفيديو وابوني للقناة.